السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي، تمام الصحه والعافيه، ما ناقصكم خير ان شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم كيف العاده نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا حبيباتي في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله درتو معكم من الصباح. اول حاجه درتها غادي نصب الحمص مع شي غير طريفات ديال اللحم هما اللي بقاو عندي. درت معاه شويه ديال العطريه، بصيله مشلضه، الزيت والثومه. ما غادي نقليه ما والو، غنحاول نحركو مزيان باش تشرب هكا العطريه. نضيف عليه الماء وردو البوطه، كل واحده وطيابها. فانا هذه هي الطريقه اللي كنديرلو وكيطلع زوين. فعلى بركه الله نبداو في الشقه. اليوم غادي نخمل هاد البليصه فاش كنجلسو كناكلو. المهم اليوم ديال الحداقه، هاد الصباح هذا ديال الحداقه والتخمال، واخا كاين شويه ديال البرد. فانا نهار اللي قبل حيدت العمط، رديتهم يتصبنوا وصبحوا عندي ناشفين. غادي نحيد ندوز واحد الشطابه غير هكا، نجر غير هذيك غير تعميره ديال لوسايد. يلا قديتهم، كنت نقص منهم، كانوا كبارين بزاف ونقصنا منهم شويه. ايوا التعمير داك العمارات دخلت لي تحت السدادر. المهم جبت هاد الزعفه صراحه زوينه بزاف، ما كتشدش البلاصه، ديريها في العصا ديال الكراطه. هناتني صراحه من العزف يعني. لا بغيتيها تكون عندك، خصك ليها بلاصه توقف فيها في شي بلاصه هكا تقدر تهرس تقدر. المهم هذه بديل ديال العزافه زوينه بزاف. عند ما ديال الماعن، انا كيكونوا اخوات عندهم اولا شايفينها ولا عارفينها. المهم انا بغيت نشاركها معكم، حيت حتى شحال من حاجه اللي بسيطه حتى انا ما كنكونش عارفاها، يعني حتى كنشوفها عند شي اخت نقولوا حتى انا كتعجبني وغادي نمشي ناخذها. المهم زوينه وعمليه، بغيت نشاركها معكم. الثمن ديالها 13 درهم. كتسالي منها كتجمعيها بداك واحد اللعيبه معاها يعني وتخبيها، ما كتشدش نهائيا البلاصه. درت شويه ديال الزيت وجافيل وغادي نحك الارض مزيان. ناري البنات نهار ديال الضيق صراحه، مع دابا كاين البرد شويه كنعكسوا عليه، ولكن ما كاينش ما احسن منه صراحه. باش تشمي ريحه جافيل وريحه النقا ما كاين ما احسن منها. نوضي اختي الا عندك شي مريح نوضي هزيه، نوضي خدي شويه ديال الطاقه الايجابيه اختي ونوضي ما تعكسيش. واخا البرد الشرا، واخا البرد عاد بديتي تحركي واحد شويه كنت تسخني، والله ما عاد كتسخني. انا بالنسبه لي هاد الايامات شويه الحال بارد، فشي سيمانه دابا بلي حيدت الكراسه، ولكن دوزت غير الشطابه صراحه، ما كنتش مساليه. دوزت غير الشطابه ورديتهم، واليوم قلت راه نحيدهم عليا غيبقاو تابعيني. اللهم نضرب شي تسيقه هي هذيك ساليس. وغادي ندوز دابا غير واحد الشفاف بهذا كومفورت هذا، باش المولين ديال الماكينه صراحه ريحته واعره. انا كندوز به حتى الجفاف، كتعجبني ريحته بزاف. ايوا صافي جبنا الامتعه غادي نردوهم. ردت التليمبات صراحه. الفيديو يعني 10 دقائق اولا 12 دقيقه اولا حتى 15 دقيقه، كيبان دايز الزربان، ولكن راه خدا ليا شويه ديال الوقت، يعني راه تقريبا واحد الساعه فاش خملت هذا السيجور. ولكن ما تيأسيش اختي، ما تيأسيش. غنوضي ان شاء الله. عاد بحد كتبان ما تعرفي راسك وقتاش غتسالي. عندي تسالي السيجور ولا صاله ولا بيبان لك عاوتاني بيت اخر، بالك بيت النعاس، لا تبالك عاود ثاني الكوزينه. والله الا
شتي غير كنبدا مثلا نبدا نسيق شي بلاصه صافي كنقول بلاتي نسالي، بلاتي يمكن نسالي ونزيد حتى بيت النعاس حتى هو نحيدو عليا، ولا بلاتي نسالي ونزيد الكوزينه، ولا كتحمسي. فانا راني ساليت من سيجور دزت البيت اخر فاش كان نعسو حتى هو خملته. طاقه ايجابيه صراحه صبحت فيا ما نقول لكمش، ها ديال التخمال ديال جافيل وصاني كروا والكشاكش والرغاوي. الحمد لله الحمد لله عليه صراحه. بعض المرات كنصبحوا ناشطين، صبحوا متفائلين باغيين نديروا شي حاجه، وبعض المرات سبحان الله كنصبحوا ماشي حتى لتما يائسين، ما راشقنا حتى لشي حاجه. والحمد لله هذه هي الحياه، مره هكا ومره هكا. الانسان الا لقى شي حاجه باش يخرج من ديك الدائره السوداء، او لا يعني داك الياس ولا داك الانسان كيكون هكا يعني محطم، كيقول لك انا كاع درت هذه شنو، وهنا كاع جمعت هاد الدار، وهنا كاع سيقت اولا صبنت اولا نظفت، شنو زعما اللهم زعما نهني راسي ونبقى جالس حسن. لا الا يعني بقيتي بحال هكا هذه هي هضرتك ديما، فكيفاش غادي تولي؟ اليوم ما صبنتي ما سيقتي، وغدا ما صبنتي ما سيقتي، وبعدو ما صبنتي ما سيقتي، فكيفاش غتولي؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. انا هنايا كملت كديت لامود مخده حتى هما دوك المخدات الصغار. بقات لي هاد المخده هادي بانت لي السلسله ديالها ما كتسدش. جبت واحد الخيط وابره حاولت نقادها، المهم ديبانيتها حيتاش الثوب شويه غليظ ما دخلاتش ليا فيه البرا. حاولت نصايبها غير من جهه السلسله، داك التالي ديال السلسله حاولت نجمعو ونخيطو باش ما يخرجش الراس. فاللي وصلت معايا حبيبتي حتى لهنا في لا فيديو، كنبغي نقولك الا ما كنتيش مشتركه الف مرحبا بك، ضغطي على الزر اسفل الفيديو زر الاشتراك وفعل الجرس هكا باش توصلي ان شاء الله بكل جديد. ومرحبا بك معايا في القناه. اما الناس ديالي اللي معايا في القناه كنبغي نقول لكم قناتكم هذه مرحبا بكم معايا، وشكرا لكم الدعم ديالكم، وكنتمنى تخليوا لي واحد لايك وكومونتير هكا باش تعاونوني شويه لا فيديو ديالي يطلع لي الناس اخرين، وكنبغي نشكركم بزاف بزاف. ناريه البنات واحد الراحه نفسيه خطيره ملي كتسالي هكا. المهم بغيت نقول لكم هذا المعطر هذا صدق زوين بزاف، عندما لي 5 دراهم، ريحته واعره صراحه. قلت لكم واحد الراحه ما كتصورش ملي كتسالي هكا الشغل ديالك، وهذه هي النتيجه. واحد الراحه ما كتصورش صراحه ملي كتشوفي هكا البيت ديالك مجموع ومنظم، واخا كاينين الوليدات غيرونوا غير يربجوا، ولكن يكون نظيف هو اول حاجه. يعني معليش البيت الا كان نظيف ماشي مشكل يكون مرون، يعني التلامذه كيكونوا مصبنين الزربيه اولا علاش كتناسي اولا علاش كتجلسي يكون مصبن. اما الروينه بحال اللعاب وداك النفيسه يعني غادي تجمعيه، اللي سالي الوليد باللعاب ديالو راهم غادي يتجمعوا، ولكن النظافه ما كاينش محسن منها. صافي لاله انا دزت الخبيزه ديالي العجينه، من بعد ما عجنتها وخليتها نص ساعه تخمر، جيت دابا باش نكرسها. غادي نكرسها بشويه ديال السميده والدجيجه، غادي نطيبها غير في المقله. انا اكثر هي الخبز كنطيبو غير في المقله قليل حتى كنتجها صراحه. الخبز ديال الفران عاد كنديرو، كيعجبني هكا الخبز ديال المقله خفيف، كيجي خفيف في الماكله. ومن بعد ما غادي نكرسهم غادي نخليهم تاني واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه عاد نطيبهم. ومن طبيعه الحال ما نكرسهمش بزاف. فانا كنقول هاد الهضره حيتاش انا ما لقيتش اللي يقولها لي. نقولوا يعني راه كاينين يعني دابا كلشي راه كيعرف يعجن ويخبز،
ولكن حتى انا ما كنتش كنعرف وما لقيت شي واحد اللي يقول لي هكا ديري وهكا ديري. هذا باش يعني كنقول شي حاجه، شي مسائل اللي بسيطه كنقولها على الله وعسى شي بنيته مثلا يلا كتعلم تقدر حتى هي تنتبه لهذا المساله. هذه هكا ديري وهذه هكا ديري. يعني كاينين دابا ما شاء الله راه خاوت راه بطبيعه الحال كيعرفوا يعجنوا، ولكن كاينين شي مسائل اللي بسيطه كنغفلوا عليها. هذا ما كان غادي نكرس الخبيزه ديالي، ما نكرسهاش بزاف حتى زرقاق، وغادي نخليها واحد شويه تخمر. طلع فيها الخميره عاد باش نطيبها باش تنفخ ليا وتجي مفشفشه من الداخل. الخبيزات ديالي ما يجيوش مدقسين، تجي خاويه الخبيزه من الداخل، كيجي ما شاء الله زوين بزاف. فانا ما كنتش صراحه كنعجن ولا كنت كنطيب. حتى تزوجت عاد وليت نعجن وليت نطيب. يعني حتى انا ماشي شي معالمه، ولكن الحمد لله حسن من اللي كنت. فالخبز ديالي كيجي زوين، خبز المقله كيجي غزال بزاف. وكتشكروا ليا كوستي الله يحفظها الله يطول عمرها، كتشكروا مسكينه كيعجبها. شحال مره كتقول لهم نسرين كتعرف دير الخبز، خبزها زين. كل سيده وكاينه شي حاجه شي حاجه كتفنن فيها، اولا شي حاجه كتعجبها، اولا شي حاجه يعني كتقنها. لا صافي وجدت الغدا. وهذا هو الغدا ديالنا اليوم. كان الحمص بالطريفات ديال اللحم. هم اديمها علينا نعمه وحفظها من الزوال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. اتمنى ان شاء الله يعجبكم. خليتكم على خير، مع السلامه.